مش كل اللي بنشوفه وبيعجبنا ينفعنا أو يليق علينا. بتقول: شفت فستان على مذيعة مشهورة وعجبني جدا وعجبني تفاصيله وشدني. المهم ان انا في يوم بتفرج انا واختي على المحلات وبنتمشى، لقيت نفس الفستان متعلق على فاترينة محل. ما كدبتش خبر، جريت دخلت المحل اخدت الفستان، ومن غير حتى ما اخش اقيسه ومن غير ما اشوف سعره جريت على الكاشير عشان اخد يعني ادفع حسابه وامشي. الصدمة ان انا لقيت ان سعره مش معايا، الفلوس تمنه مش موجودة معايا كلها. استلفت بقيت حقه من اختي وروحت بيه زي العيل الصغير اللي جاب هدوم العيد وشبطان وعمال يتنطط. بعد ما روحت طلعت الفستان من الكيسة، بتقيسه، هوبا الفستان مش داخل فيها. ايه ده؟ معقول؟ ازاي ده؟ الفستان مش داخل، مش على قدها، ما هي ما قاستهوش في المحل. قالت: لا، انا لازم، يعني هو خلاص، يعني هي كبر الموضوع، كبر في دماغي، ده بتاعي انا، مش هرجعه. ايه يعني لما اخس 2 3 كيلو في سبيل ان الفستان اللي عاجبني وشدني يدخل فيا؟ بالفعل بعد رجيم قاسي نزلت من وزنها والفستان دخل فيها. بس المفاجأة هنا ان الفستان ملقش عليها، ملقش على تفاصيل جسمها، ملقش على وشها. هو ده برضو اللي بيحصل لنا في حياتنا. مش اي حاجة بنشوفها وننبهر بيها وتعجبنا ممكن تبقى مناسبة لينا او تنفعنا. دايما قربوا لما الانبهار ده يروح، لان ساعتها بنشوف الحاجة من غير تزويق ولا تجميل. قربوا لما زغللة العين تروح، وشوفوا الحاجة على حقيقتها. شوفوا هل الحاجة دي فعلا مناسبة ليا ولا مش مناسبة. واولا واخيرا ادعي دايما ربنا ان هو يختار لك ولا يخير.